بتتابع مرضى السكر بتوعك في العيادة، ازاي تعرف بتحليل واحد ان البيشنت بتاعك ده كنترولد او كنترولد؟ تحليل السكر التراكمي هيموجلوبين A1C او بعض الناس بيسميه الهيموجلوبين السكري. التحليل دوت بمنتهى البساطة بيعكس لي مستوى السكر بتاع المريض بتاعي اخر 3 ل 4 شهور. المفروض طبقا ل EDA بنعيده. لو هو المريض ده كنترولد بنعيده مرة كل 6 شهور، يعني على الأقل تحليلين في السنة. لو المريض بتاعي uncontrolled بعيده كل 3 شهور. uncontrolled يا دكتور معناها ان مش وصل للمستهدف او التارجت بتاعي. التارجت بتاعي ان التراكمي بتاعه ما يزيدش عن 7، الفاستنج ما يزيدش عن 130، وال2 اور بوست برانديال المفروض ما يزيدش عن 180. الارقام بتاعت البيشنت بتاعي اقل من الارقام دي البيشنت بتاعي كنترولد. لكن لو هو uncontrolled بعيده كل 3 شهور. عاوز تتابع اكتر مواضيع عن السكر تابع الفيديوهات بتاعتنا، او لو عاوز تسمع محاضرات مطولة شوية عندك فيديوهات دكتور ايمن مرسي على اليوتيوب.